حدث غزو الكويت في صبيحة 2 أغسطس عام 1990، حيث استفاق الشعب الكويتي على أصوات الدبابات وطلقات النيران التي اجتاحت أغلب الكويت في ساعات عدة. ولم يهجم العراق هجمة بسيطة، بل كانت كاملة متكاملة مدعومة بالطائرات الحربية جويا. ولم تلق هذه الهجمة أي دفاع أو مقاومة إلا في جزيرة فلكا التي تقع في الشمال الغربي للخليج العربي. واستمر الغزو العراقي للكويت 2.5 تقريبا. لم تغب شمس اليوم الثالث إلا والكويت في يد العراقيين، بل وضموها لبلدهم. هسه ما عاد شيء اسمه الكويت، هسه اسمها المحافظة 19. وتوجد العديد من الأسباب التي جعلت العراق يقدم على مثل هذه الخطوة التي كانت منبوذة من قبل كل الدول العربية، وسنذكر أهمها في هذا الفيديو. الديون العراقية. من الأسباب المهمة التي أدت إلى غزو الكويت وتراكم الديون بشدة على العراقيين، فأثناء الحرب الإيرانية العراقية المسماة بحرب الخليج الأولى كان العراق في حصار لمدة تجاوزت 6 أعوام، وهذا ما جعله يقترض الكثير من الأموال والأسلحة من الدول الخليجية والأجنبية. فأخذ الكثير من الأموال من دول الخليج خاصة الكويت التي أعطته ما يزيد عن 15 مليار دولار، ثم اشترى الأسلحة الثقيلة وأخذ الدعم من روسيا وبريطانيا. وعند مطالبة الكويت بالديون من العراق رفض صدام حسين تسليمها، وصرح أن الحرب التي خاضها ضد إيران كان الهدف منها كذلك حماية دول الخليج، وعلى رأسهم الكويت والمملكة العربية السعودية. رفع إنتاجية البترول. من العوامل المهمة التي أسهمت في بدء غزو الكويت من قبل العراق هو خفض أسعار النفط في دول الخليج خاصة الكويت، في حين أن العراق قد رفع الأسعار كي يسدد الديون المتراكمة عليه أثناء حرب الخليج الأولى. بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية كان العراق يعاني الكثير من الديون التي أخذها من دول الخليج والدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت هذه الديون لما يقارب تريليون دولار أمريكي. ولذا حاول العراق تدارك هذا العجز الرهيب لديه، فقام برفع أسعار النفط بعض الشيء كي يسرع في سداد ديونه الخارجية، علما بأن العراق هو أكبر الدول العربية استحواذا على النفط بل وعلى مستوى العالم أجمع. ولكن المشكلة التي واجهت العراق هي أن الكويت ومعها الدول الخليجية خفضت أسعار النفط الخاص بها، واعتبر هذا الأمر مؤامرة لإسقاط العراق الكبير، حيث أن أغلب دول العالم ستتوجه بديهيا للشراء من الدول التي تبيع بأسعار رخيصة، وهذا ما يعني ضياع العراق حرفيا. وهنا انفجر صدام حسين غضبا وحس بالخطر الذي يحيط به. سرقة النفط العراقي. سرقة النفط العراقي من قبل الكويتيين كانت المسألة الأكثر اشتعالا في المنطقة، حيث كان هناك حقل نفط مشترك بين الدولتين يدعى الرميلة، ويوجد على الحدود العراقية الكويتية، وتقتسمه الدولتان الجنوبي للعراق والشمالي للكويت. وأثناء الحرب العراقية الإيرانية استغلت الكويت انشغال العراق بالحرب ونقبت في الجزء الجنوبي للعراق. هنا نادت السلطات العراقية كثيرا لحل هذه الأزمة، ولكن الدول العظمى لم تنظر لهذه المشكلة وأوكلت لها الحل بنفسها وبطريقة العراق الخاصة. وبعد الكثير من التضليل الأجنبي قام صدام حسين ببدء غزو الكويت كي يقضي تماما على أي تدخلات في الحقول النفطية العراقية. وقام صدام بتعبئة الجيش وتجهيز جميع معدات الحرب، حيث كان الجيش العراقي آنذاك في أوج قوته، فهو مع الجيش المصري والسوري كانوا أقوى الجيوش العربية في ذلك الوقت. ولم تكن الدول الخليجية قد بدأت بالاهتمام بالجيش، وكانت جيوشها ضعيفة جدا وتعتمد على الحماية من الدول الأجنبية، لذا لم يهب صدام حسين أي شيء. ماجدات العراق.
ألقت قوات الغزو الأمريكي في 13 من ديسمبر عام 2003 القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك بعد اجتياح العراق. وعند التحقيق مع صدام وسؤال القاضي له عن سبب احتلال الكويت للعراق، هنا يرد صدام قائلا: قانون يحاكم صدام حسين لأنه الكويتيين قالوا أنه العراقية راح نخليها ب10 دنانير تنزل إلى الشارع، ونزل بشرف العراقي يدافع عن العراق وأحيا الحقوق التاريخية تجاه هذول الكلاب. وهذا هو السبب الأخير والأقوى الذي جعل صدام حسين يحتل الكويت حسب تصريحه. وقد تكون الأسباب النفطية والاقتصادية محلولة بالسياسة والدبلوماسية، أما شرف العراقية أكبر من كل نفط العالم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناة شاهد لتعرف.